الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحب بك وبالمشاهدين. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخنا. مشاهدينا مستمرين معكم في أبرز الأمور المتعلقة في رمضان وفقه الصيام بالتحديد، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية وكان الحوار أغلبه عن مفسدات الصيام ومكروهاته، ونستكمل الحديث بإذن الله في هذا السياق. بداية شيخنا نستكمل مما توقفنا فيه في الحلقة الماضية عن مستحبات وآداب الصيام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وتقبله منا يا رب العالمين وجميع المسلمين. آمين. بالنسبة لموضوع الصيام تكلمنا عن مفسداته وتكلمنا كذلك عن وجوبه وحكمه، وربما تكلمنا عن شيء من المستحبات، ولكن لا حرج إن شاء الله أن نذكرها إجمالا. من أهم المستحبات في هذا الشهر الفضيل هو أن يحفظ الإنسان لسانه، لأن يعني هذا اللسان يأتي على الإنسان بالكثير من الأشياء، فأحيانا قد يكون الإنسان صائم عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع كما ذكرنا، لكنه منطلق اللسان في أعراض الناس وفي يعني لسانه غير محفوظ. فهذه على كل مما يجب أن يحفظ كذلك حفظ اللسان. يجب الإنسان في الصيام وفي غير الصيام صحيح. على الإنسان أن يكون حافظا للسانه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن كل شيء فيها ما يقول هذا اللسان مدون ومسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن في الصيام يتأكد هذا الموضوع حتى لا يكون الإنسان صح، قد لا يكون من نواقض الصيام، لكن بلا شك من يرتكب أو يطلق لسانه ويطلق عن لسانه في أعراض الناس وفي قضاياهم فإن ذلك بلا شك من الأشياء الخطيرة. لكن ما يستحب، نحن نتكلم الآن ليس عما يجب، عما يستحب. يعني يستحب للإنسان أن لا يكثر من لغو الحديث، ما لا فيه فائدة، ما ليس فيه فائدة. أما ما يجب تركه هذا من الواجبات. لكن نحن نتكلم عن مستحبات الصيام، فإن الإنسان لا يكون همه في رمضان كثرة المؤانسة العادية والمخالطة التي لا يكون فيها نفع ولا بقدر ما هي ثرثرة كما يقولون. فالإنسان يحفظ لسانه من هذا النوع من الكلام. أحيانا يكون يتعرض الإنسان من الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم وجه في ذلك أيضا، يعني إذا كان صوم أحدكم فسابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وهذه من المقولات المهمة جدا تذكر الإنسان أو نفسه بأنه والله هو صائم، عليه أن لا يرد الإساءة بالإساءة، وفي نفس الوقت تنبيه للطرف الآخر في أنه والله أيضا يراعي صوم هذا الإنسان. فهذه من الأخلاق وربما يحتاجها المسلم في شهر رمضان. كذلك من السنن والمستحبات موضوع السحور. كثير من الناس يقول لك والله أنا أأكل متأخر
وأنا متأخر وكذا. فهذه على كل من العادات قد لا تكون من العادات الجيدة عموما ترك السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر لا تزال هذه الأمة بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فموضوع تأخير السحور هو أن تجعل السحور في أواخر وقته، في أواخر وقت. يعني أنت لو يكفيك مثلا من السحور 5 دقائق مثلا، يجب أن يكون في ال5 دقائق الأخيرة. إذا يكفيك والله ربع ساعة تحتاج أن تتحرك، فليكن سحورك فيه يعني مثلا بعض الناس يطبخون يعني، فاجعله في أواخر الوقت، اجعله في أواخر الوقت. فهذا بالنسبة للسحور. كذلك بالنسبة للإفطار. وسبحان الله موضوع السحور مجرب أنه مقوي للإنسان في نهاره. يعني اليوم الذي تتسحر فيه واليوم الذي لا تتسحر ليس سواء. تلاحظ بأن يوم السحور فيه بركة وفيه قوة كذلك للبدن، خاصة لمن تسحر بشيء من التمر وشيء من الحليب، فإن ذلك يكفي إن شاء الله حاجته طوال النهار. الأمر الثاني موضوع تعجيل الفطر، وهو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من الناس أن يتنطعوا، فإذا غربت الشمس لا داعي لأن ينتظر الإنسان بعد ذلك كما هو حال يفطر مباشرة، سواء معه ماء أو لم، لكن يقطع خلاص، ينوي على أنه حتى لو هو في الطريق لا ينتظر، يعني يقطع صومه وينوي بعد ذلك أنه أفطر. فالتعجيل الفطر أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوصف هذه الأمة بالخيرية ما حرصت على هذا الأمر. طبعا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير، دل ذلك على أن من ينتبه إلى هذه السنن البسيطة في نظرنا، سنة السحور، سنة الإفطار، من يكون حريصا على هذه سيكون إن شاء الله أحرص على ما سواها. لكن من يفرط في هذه الأشياء التي نراها نحن بسيطة قد يفرط فيما هو أكبر من ذلك. أيضا من الأشياء المهمة جدا هو كيف يستطيع الإنسان أن يكسب أوقاته فيما يفيد. أن كثير من الناس للأسف الشديد يمر عليه نهار رمضان وهو لم يستفيد الفائدة المطلوبة. علينا أن ندرك بأننا والله في شهر فضيل، هذا الشهر له سمة خاصة، له ميزة خاصة قدسيته، والإنسان عليه أن يضع في هذا الشهر هدف عليه. صحيح. وهنا صراحة يعني يستحضرني مقولة لأحد المشايخ يقول: عليكم ألا تشغلكم الفيلة في رمضان. الفيلة في رمضان. يقال بأن الإمام مالك عليه رضوان الله، يعني رضي الله عنه وغفر له، يقول في عهد الإمام مالك والتلاميذ حوله متحلقون، قالوا: ظهر فيل في المدينة، والمدينة ليس من يعني ليست مواقع أو مكان للفيلة، يعني الفيلة موجودة في أفريقيا فانفض الناس حول، طلبوا معظمهم ليروا هذا الفيل. شيء غريب. إلا واحد من الطلاب اللي هو يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي بقي مع الإمام مالك، والإمام نظر إليه: لماذا لم تجري مع الطلاب؟ هل رأيت الفيل من قبل؟ قال: ما رأيت الفيل، ولكن ما جئت إلى مدينة رسول الله إلا لأرى الإمام مالك. صحيح. ما جئت لأرى الفيل. الشاهد هنا كم من فيلة تشغلنا في هذا الشهر. المسلسلات تشغلنا، المباريات تشغلنا، المسلسلات تشغلنا، أشياء كثيرة جدا تشغل الناس. حتى الموبايلات هذه التي نتواصل بها هي عبارة عن فيلة كما يقولون، فيلة العصر. كيف أن الإنسان يشغل يعني عن هدفه الأساسي، وهو ما جئت إلا لأرى الإمام مالك. لاحظ هذا الطفل أو هذا الطالب الذي قال هذا الكلام هو الذي اعتمدت بعد ذلك روايته للموطأ. يعني الآن الرواية عن الإمام مالك أهم الروايات، واحدة عن محمد الحسن الشيباني والثانية معتمد يحيى بن يحيى الليثي. فتلاحظ بأن عندما يكون الشخص له هدف يريد أن يبلغه لا تصرفه الصوارف. خلي هدفك واضح، أنك والله في هذا الشهر تريد أن تستفيد، تريد أن تبلغ التقوى، تريد أن تبلغ إن شاء الله المقاصد التي سنتكلم عنها. على كل كسب الأوقات، وهذه ممكن إن شاء الله نذكر بعض الأعمال إن شاء الله التي يجب على الإنسان أن يقوم بها في هذا الشهر المبارك. أيضا من الأشياء المستحبة في رمضان، وإن كان هي يمكن أن تكون قبله أو بعده، موضوع القضاء، قضاء الرمضان. يعني شخص أفطر في رمضان، ويستحب له أن يقضي مباشرة لا يؤخر، لأن الإنسان لا يدري، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس مثلا أفطروا في رمضان ولم يتمكنوا من القضاء وتوفوا وهم مقصرين في صيامهم. فعلى كل هذه من الأشياء أيضا المهم جدا تنبيه الناس إليها.
ويستحب كذلك هنا الإطعام عن الغير إذا كان في شخص قريب مثلا توفي لك وكان مفرطا في الصيام، لا نقول بأن تصوم عنه، على كل هذا قد يكون مذهب الحنابلة وغيرهم أن يصوم الإنسان عن الآخر. لكن الصحيح والله أعلم أنه الصيام مثل الصلاة، لا أحد يصلي لأحد، كذلك لا أحد يصوم عن أحد، إلا ما قيل من بعض الحالات الضيقة مثل الصيام النذر مثلا. لكن صيام الفرض على كل الصحيح أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى. لكن يمكن أن يطعم عنه، يمكن أن يطعم عنه، لكن أن يصوم له. هذه بعض الأشياء على كل. أيضا من الأشياء المستحبة في هذا اللي هو الدعاء عند الإفطار. الدعاء عند الإفطار هذه من الأشياء أيضا المستحبة. نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، أقسام الناس في الصيام ما هي؟ أقسام الناس في الصيام، هو نحن تكلمنا على ما يجب الصوم. على من يجب الصوم؟ قلنا يجب على كل مسلم قادر بالغ يعني مكلف صحيح خالي من الموانع. لو تلاحظ هذا التعريف هو الذي يحدد لنا أقسام الناس بعد ذلك. فهنالك مثلا المسلم القادر البالغ الراشد غير المجنون خالي من الموانع، ليس هنالك حيض، ليس هنالك نفاس. هذا النوع، هذا المسلم الذي قلنا يجب عليه الصيام، هذا يؤديه في رمضان، يعني لا يجوز له بحال أن يفطر أو يؤخر صومه. هذا النوع الأول، هذا القسم الأول الذي يجب عليه الصيام. يجب عليه الصيام. هذا القسم الأول الذي يجب عليه الصيام. القسم الثاني هو الصغير، الأطفال، أطفالنا الذين لم يبلغوا الحلم. هؤلاء قسمين: قسم لا يجب عليه ولا يصح منه وهو الصغير جدا، هذا ليس مطالبا إلا من باب التدريب والتعليم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على ذلك. ولكن لا يجب عليه إلا أن يكون صبيا مميزا، فهنا إن صام صح منه، ولكنه لا يجب عليه. لا يجب الصوم إلا مع البلوغ، والبلوغ يعرف بأمرين أو بثلاث، وهو قضية الاحتلام وقضية الحيض بالنسبة للمرأة. مسألة العمر ليست دقيقة على كل، بعض المذاهب قالوا 15 سنة، لكن الصحيح الذي ورد في الحديث حتى يبلغ أو حتى يحتلم. فهذا الضابط، ضابط الاحتلام هو بالنسبة للرجل، وضابط الحيض بالنسبة للمرأة، والمرأة كذلك ممكن تكون أيضا معها موضوع الاحتلام. فهذا النوع الثاني اللي هو موضوع الصغير، هو لا يطالب لكنه يشجع ويربى، ولكنه لا يجب عليه من باب التربية، لكنه ليس واجب عليه. النوع الثالث هو المجنون، هذا لا يجب عليه ولا يصح منه، لأن أصل التكليف أن يكون الإنسان عاقلا، هذا غير مخاطب بالصيام، وبالتالي لا يجب عليه ولا يصح منه. النوع الرابع من أنواع الناس هو الهرم، الشيخ الهرم الذي يبلغ به السن لدرجة أن يكون متصف بالهذيان، بلغ به العمر عتية. أيوة، يعني ما يدرك ما يقول ولا يدرك، أقرب إلى حالة الجنون، أقرب إلى ذلك، لكن ليس بمجنون. هذا أيضا يلحق بمن قبله، لا يجب عليه الصيام، لا الصيام ولا أيضا الفدية، أنه ليس مكلف. هذا صاحب الهذيان مثل صاحب الجنون، هذا ليس مكلف وهذا ليس مكلف. لكن هنالك نوع آخر وهم العجزة، عقلهم حاضر ولكنهم صحيا لا يستطيعون. وهؤلاء العجزة قد يكون لكبر سن أو غير ذلك. لكن خلينا الآن مع الشيخ الكبير. الشيخ الكبير وكذلك المرأة الكبيرة التي تعجز عن الصيام يضعفها، الصيام يؤذيها، الصيام فيه مشقة بالنسبة لها، فهذه تفطر ولكن عليها قضاء. لا القضاء ما هي عليها الفدية، أنه الكفارة لحالها. فهذا يفطر وعليه عليه يلجأ للبديل، مثل ما عندنا نلجأ عند انعدام الماء إلى التيمم، كذلك عند عدم القدرة في الصيام ومستمر معك عدم القدرة تلجأ إلى البديل، وهو إلى الفدية، وهو إطعام يوم عن كل مسكين. النوع الخامس هو
تقريبا هذا النوع هذا الخامس. النوع السادس المسافر. المسافر ما دام أنه سفر مشروع وليس سفر للتحايل على رمضان، زي ما واحد سألوه قال له إيش حتعمل في رمضان وكيف حيكون وضعك في رمضان؟ قال رمضان بجهجه والسفر. فنحن لا نريد هذا النوع، طبعا تحايل، وهذا يعني أشبه بمن أفطر في رمضان عمدا. هذا الذي يتحايل يريد السفر من أجل الإفطار، خذها حجة، هذا متحايل. لكن شخص مسافر في سفر مشروع وليس فيه إشكال، سفر طبيعي سفر عادي، ولكن السفر يشق عليه أو حتى لا يشق عليه يريد أن يأخذ بالرخصة، فهو مخير المسافر، بشرط أن يكون السفر الذي يسافره مسافة القصر كما هو معروف في موضوع المسافر. فهذا مخير بين إيه؟ بين الإفطار وبين الصيام، بين الإفطار. ولكن نؤكد بأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى إيه؟ الرخص كما يحب أن تؤتى العزائم. فبعض الناس يقول لك أنا أصلا لا أخذ بالإفطار في رمضان وكذا، ويظن هذا جيد. لا، أحيانا خذ برخصة الله سبحانه وتعالى. النوع السابع موضوع المريض أو نوع المرضى. واحد من الأقسام المرضى، والمرضى ثلاثة أنواع. نوع مرضه خفيف جدا لا يشق عليه الصيام ولا يضره، لكن يطلق عليه مريض، كالزكام الخفيف. نحن نقول مريض كنوع من الألم في العين، نوع من الألم في الأذن، لكن ما مؤثر في إيه؟ لا يشق عليه الصيام ولا يضره ولا يزيد في مرضه. صحيح. هذا يجب عليه الصيام، هذا يجب عليه الصيام حتى لو قيل أنه مريض تجاوزا، حتى لو قيل مريض تجاوزا. يعني بعض الفقهاء كل مرض ألحقه به، أي كل من يسمى مريض، على كل هذه قد يكون فيها، لكن مختلف فيها. مختلف. نعم. النوع الثاني هو الذي يشق عليه الصيام ولكنه لا يضره، يعني يتعب لكن ما يحصل عليه ضرر، لا مضاعفات في المرض ولا شيء، لكن هو إجهاد وإرهاق، إجهاد وكذا. هذا يكره في حقه الصيام، يكره في حقه الصيام، لكن إن صام فصيامه إن شاء الله الأفضل له أن لا يصوم، الأفضل له أن لا يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد التيسير من الناس ما دام أنه مريض ويشق عليه. النوع الثالث يضر به الصيام، هذا يجب عليه الإفطار قطعا، لا يجوز. قطعا النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمريض هذه أنواعه، نوع لا يشق عليه ولا يضره، ونوع يشق عليه ولا يضره، ونوع يضره وقد يشق أيضا إيه؟ عليه. فهذا يجب عليه إيه؟ يجب عليه الصيام. هذه الآن 8 أنواع، مش كده؟ النوع هذه 7، هذه 7 أنواع. النوع الثامن الحائض والنفساء. الحائض، أيوه، هذه من موانع الصيام. نحن ذكرنا بأنه والله أن يكون خاليا من إيه؟ خاليا من الموانع. خالي من أهم الموانع أن تكون المرأة ليست حائض وليست إيه؟ في حالة نفاس. هذه أيضا من الأشياء، قسم من الأقسام. النوع التاسع المرضع والحامل، هذا قسم أيضا لحال. المرضع والحامل إن خافتا على أنفسهما أو على ولديهما هنا أيضا يفطران. هنا على كل موضوع الحامل والمرضع طبعا فيه خلاف مشهور، منهم من يلزمها بالقضاء، ومنهم من لا يلزمها بإيه؟ بالقضاء، يلجأ إلى الإطعام، الفدية، يلجأ إلى الإطعام، يعتبرها هي مثل الشيخ. وخاصة هنا أنا أنبه إلى أن المرأة التي يتتابع عليها ولادة ثم رضاع، ولادة ثم رضاع، لدرجة أنه تخرج من الولادة وتدخل في إيه؟ في الرضاع، وتقول لك والله 3-4 سنوات أنا إيه؟ ما استطعت أن أصوم. هذه نقول لها عليها أن تخرج إن شاء الله فدية وتطعم، وهذا أيسر، وهو مذهب عبد الله بن عباس ومذهب عبد الله بن عمر. وعلى كل فيه متسع وفيه تيسير لبعض النساء. نحن نقول من استطاعت أن تقضي إن شاء الله عليها القضاء وفقا لقول الجمهور، ولكن مثل هذه التي يتتابع عليها 3-4 سنوات ستكون في حالة عسر. هذه الأولى والأفضل لها أنها تذهب إلى الإطعام ولا ترهق نفسها بالصيام. النوع الأخير تقريبا الآن وصلنا 10 أقسام، يعني 10 أقسام. النوع الأخير هو من يفطر ليس لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة غيره. كيف يفطر لمصلحة؟ مثلا أصحاب الناس الإطفاء، شخص يستطيع أن يخرج شخص من ينجي شخص مثلا، أو يخرج شخص من الغرق،
من الحريق، من حادث مروري. المهم في جملة من القضايا يحتاج فيها الإنسان ليؤدي المهمة هذه أن يكون قويا، وقد يضطر أحيانا لأن يفطر. صحيح. يعني أنت تصور في الزلازل مثلا، هذا الزلزال الذي مثلا ضرب بتركيا وشمال سوريا، نسأل الله يعني يخفف عن الناس ويحفظ الأمة. هذا لو لم يكن هنالك رجال أشداء أقوياء يعني ماكلين شاربين زي ما يقولوا، قد تكون هنالك ضياع لكثير من هذه الأرواح. فهؤلاء على كل قسم أيضا من الأقسام، فهذا يفطر لمصلحة غيره ويقضي بعد ذلك. هذه تقريبا جملة الأقسام إن شاء الله التي يمكن أن تصنف بها أقسام الناس في هذا الشهر المبارك. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. يقول أفضل الخلق صلوات ربنا وسلامه عليه: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فكيف بمن يفطر العلماء والدعاة؟ مشروع سلة شهر رمضان المعظم لإفطار 100 عالم وداعية إريتري، والذين هم بركتنا وخير الناس فينا. تتكون السلة من السكر والدقيق والأرز والزيت والبصل وغيرها، وقيمة السلة الواحدة هي $100. هذا شهر الخير قد فتح بابه، فارم بسهمك. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس، كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري بالشكل الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ الحمد لله وكفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نجدد الترحيب بكم وبالشيخ، حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم شيخنا. شيخنا نستكمل حديثنا شيخنا، وسؤال مهم شيخنا حول حكم الكفارة وماهيته. نعم، طبعا بالنسبة لمن أفطر في نهار رمضان هو ينقسم إلى قسمين. من يفطر في نهار رمضان، إما أنه يفطر بسبب وعذر شرعي زي ما تكلمنا عنهم قبل قليل، يعني كالمسافر كالمريض كالعاجز، هؤلاء الذين يفطرون بسبب شرعي، بعضهم عليهم القضاء وبعضهم عليه كفارة الفدية. النوع الأول الذي تحدثنا عنه، يعني الذي يفطر بعذر عليه فدية.
النوع الثاني هو الذي ينتهك حرمة رمضان، ينتهك حرمة رمضان بأن يفطر عمدا، يفطر إيه؟ عمدا. وهنا الإفطار عمدا إما أنه والله أكلا وشربا وإما جماعا. فالصحيح أن من يأكل ويشرب في نهار رمضان عليه القضاء، وهو آثم بفعلته هذه وارتكب كبيرة من الكبائر، لكن لا كفارة عليه. الصحيح أنه لا كفارة عليه، مع أن الجمهور خاصة المالكية وغيرهم يرون أن عليه أيضا يلحق قياسا يلحق بالجماع، يلحق بالجماع، ولكن ليست قوية بهذا الشكل، يعني ليست قوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كل على موضوع الكفارة في الجماع، لكن ليس هنالك دليل واضح في مسألة القضاء لمن أكل وشرب، وبالتالي لا نستطيع أن نلحقه بالكفارة. هو من أفطر عن طريق الجماع، من أفطر عن طريق الجماع، يعني جامع زوجته في نهار رمضان. هذا الذي يجامع زوجته في نهار رمضان عليه كفارة، والكفارة من التكفير، والتكفير فيه إيه؟ الستر والتغطية، الفعل الذي سواه. فهو كأنما يكفر عن، يحاول أن يستر ويغطي ويمحو ما فعله من ذنب، فهذا عليه أن يقضي أولا عن كل يوم أفطر فيه عن طريق الجماع، وعليه كذلك الكفارة. الكفارة هي إطعام عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب، الرقبة هذه رقبة مؤمنة، ثم الصيام، ثم الإطعام. طبعا هنا الآن لما أقول ثم سيفهم الناس بأن والله تراتبية، مقصود الترتيب، وهذا قول الجمهور. قول الجمهور أن والله المسألة مرتبة، المسألة مرتب. الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أنه والله ما مرتب، هذا يمكن أن يكون مفهوم منه التخيير ويمكن أن يكون منه الترتيب. فالإمام مالك عليه رحمة الله يرى، وربما رجح هذا الموضوع أيضا من علماء العصر، الشيخ القرضاوي عليه رحمة الله أيضا رجح هذا الرأي، أنه والله يا أخي المقصود هنا ليس الترتيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للشخص: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال: تستطيع أن تصوم؟ قال لا. فقالوا والله ما يلزم أن يكون مقصود منها الترتيب. فعلى كل، إذا ذهبنا بمذهب المالكية فالتخيير هو أولى. المقصود، بمعنى يمكن أن إذا أردت أن تعتق، إذا أردت أن تصوم، إذا أردت أن تطعم 60 مسكينا، وبالتالي ليس هنالك صعوبة عند المالكية، يعني حسب الاستطاعة. قصة شهرين متتابعين قد يكون عند البعض ولا أسهل منها عنده إيه؟ أن يعتق رقبة أو يطعم. فوفق هذا الرأي، وحقيقة ليس الإمام مالك وحده، أيضا عدد من علماء السلف كانوا يرون هذا الرأي، والله هذا لا يفهم منه التخيير. ومن علماء المالكية كذلك الإمام عياض أو غيره، يعني كل هؤلاء تقريبا كانوا يرون بأن فالمقصود بعملية التكفير هي عتق رقبة وإطعام وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. إن ذهبت بمذهب الجمهور فالتراتب هو المقصود، يعني ما عندك إمكانية لعتق الرقاب تذهب إلى الصيام، ولا تذهب إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن إيه؟ عن الصيام، وهكذا. هذا عند الجمهور. الصيام شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين كل يوم. متتابعين كل يوم. يعني أي محاولة للانقطاع فهي تعيدك من جديد. خاصة إذا كان والله الانقطاع، يعني مثلا بعضهم لا يعتبر السفر يعني ما تقول والله أنا لأنه مسافر أقطع إيه؟ الصيام الكفارة. أيوة الكفارة. لا يعدون السفر مثلا لكن المرض قد يعد بأنه إيه؟ مما يبيح لك الانقطاع. يعني مثلا مرضت، ما دمت مريض ليست هنالك مشكلة في أن تبني بعد ذلك ما بعد المرض، لكن التتابع مقصود، وعلى الإنسان أن لا. فعلى كل من يقول بالترتيب سيلتزم بهذه التراتبية، ومن يقول بالتخيير فيأخذ راحته في الأشياء الثلاثة. نعم. هذا فيما يتعلق بالكفارة، ماهيتها وكذلك حكمها طبعا واجب على الإسلام. بارك الله فيك. شيخنا، أهم الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم في نهار رمضان ما هي؟ أهم الأعمال
في رمضان، خليها كده بالعموم. بعمومها، لأن رمضان حقيقة هو شهر لنا فيه أعمال في نهاره، ولنا فيه أعمال أيضا في ليله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني سبحان الله، في رمضان عندنا 3 هدايا. الهدية الأولى أنك والله تصوم نهار هذا الشهر، يعني أول واجب وأول عمل أنت ستقوم به في رمضان هو الصيام، هو الصيام. ولا تزاحم رمضان طبعا من حيث نهار رمضان في إطار شعيرة الصيام، ما عندك فيه إلا صوم رمضان، لا تستطيع أن تدخل معه أي شيء. هذا يسموه الواجب المضيق، يعني في رمضان لا تستطيع أن تؤدي أكثر من صوم. يعني في أكثر من نية، في أكثر من نية ما في رمضان نية واحدة، وهو أنك ستصوم رمضان بنية صيام رمضان. فهذا العمل الأول من أهم الأعمال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا العمل الأول. العمل الثاني، هذا إذا كان عمل نهاري وهو قضية الصيام. العمل الليلي يوازي تقريبا في الليل موضوع القيام، ودائما سبحان الله أفضل ما وضع في الليل القيام، أفضل ما وضع في الليل من الأعمال القيام. فجعله الله سبحانه وتعالى في رمضان، هذا القيام جعله الله سبحانه وتعالى من أعمال هذا الشهر. وهنا قضية القيام لا بد من يعني الناس أن تنتبه إليها. كثير من الناس للأسف الشديد يتساهل في قيام هذا الشهر، ونحن نقول من الأشياء المهمة جدا والأعمال التي لها أثر في النفس ولها أثر في القلب ولها أثر في الوجدان هو قيام الليل، قيام هذا. أيضا من الأعمال أو ثالث هذه الأعمال التي ينشغل بها الإنسان الذكر والقراءة، ذكر القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، وليكبروا الله على ما هداهم، مش كده؟ ولتكبروا الله على ما هداهم. فالتكبير هو ذكر لله سبحانه وتعالى. والذكر نوعان: ذكر الدعاء، ذكر المسألة، وذكر الثناء والحمد. فذكر الثناء والحمد أن يكون الإنسان مسبحا حامدا إلى غير ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويلهج الإنسان بذكر الله ويكثر من ذلك. هذا نوع من الذكر. الذكر الثاني هو ذكر المسألة، وهو أن يدعو الإنسان، لأن الدعاء يدخل في باب الذكر من هذا الباب. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قسم الذكر إلى قسمين: قسم اللي هو ذكر اللي فيه الجانب التعبدي، والذكر الآخر هو فيه المسألة وسؤال الإنسان لربه. فالإنسان ينشغل في هذا الشهر أيضا بهذا الأمر، يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، يلهج لسانه بذكر الله، وهذا بطبيعة الحال سيجعله يكسب أوقاته، الأوقات التي تكلمنا عن الإنسان. وفي نفس الوقت سبحان الله أسهل شيء يمكن أن يؤديه الإنسان وهو في كل أحواله هو الذكر. صحيح. يعني أنت في وظيفتك، أنت في عملك، أنت مشغول ببعض الأعمال، تجد المجال لأن تذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفها، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الخصائص لا بد أن تكون إن شاء الله من الأعمال المهمة جدا في أيضا هذا الشهر المبارك. أضف إلى ذلك موضوع تلاوة القرآن. فالقرآن هو رمضان هو شهر القرآن، وكان السلف رضوان الله عليهم ومنهم الإمام مالك عليه رضوان الله كان من الذين يتركون حتى تدريس الحديث النبوي في شهر رمضان، كانوا يتفرغون لتلاوة القرآن. وهنا طبعا الناس يتفاوتون، وكثير من الناس يتساءلون إنه والله يا أخي هل الأفضل أن أختم القرآن، هل الأفضل أن أتدبر القرآن؟ على كل نقول كل ميسر لما خلق له. بعض الناس يكون تأثير قلبه بالتلاوة أكثر، وبعض الناس يحتاج إلى أن يتدبر ويقف ويتأمل. وليست القضية بكثرة الختمات، ولكن القضية بكثرة خشوع، كثرة الخشوع والتدبر والاستفادة. فمن الناس مثلا من يشغل نفسه بختمة واحدة، لكن في هذه الختمة فيها تدبر، فيها رجوع للتفاسير، فيها تأمل في الآيات، فيها تكرار للآيات، فيها مراجعة للحفظ. فهذا يختمه في شهر، ولكن واحد آخر ما شاء الله يختم 10 ختمات، فيكون هذا نال العدد وهذا نال النوعية. والله أعلم طبعا بمن هو أهدى سبيلا. لكن موضوع تلاوة القرآن الكريم نحن نقول لا بد للإنسان
على الأقل في هذا الشهر أن تكون له ختمة فيها نوع من التدبر والتأمل والمراجعة والوقوف. ويمكن أيضا لطالب العلم تحديدا أن يكون له أيضا ورقة وقلم، بحيث والله كل ما تستوقفه آية ما استطاع أن يفهمها يمكن أن يدرجها ويكتبها، إما يراجعها بعد ذلك في نفس يومه، وإما يراجعها حتى بعد خروج رمضان. المهم نخرج من هذا الشهر وقد وقفنا مع كتاب الله تدبرا وتأملا وتلاوة وقراءة وحفظا ومراجعة، سواء في التراويح مع الناس أو لوحدنا. لا بد أن يكون للإنسان حظ في هذا الشهر من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأعمال المهمة التي ربما يغفل عنها كثير من الناس الاهتمام بتفطير الصائمين. يعني أنت الآن في هذا الشهر، ويمكن في الفاصل جاءنا موضوع إطعام الدعاة وإطعام العلماء وكذا. طبعا يعني للأسف الشديد الأمة بلغ بها الأمر من الضعف والهوان وسوء الحال والعياذ بالله، أنها والله تتسول لعلمائها أو تحاول أن تسأل الدعاة العلماء، بينما كانت الأمة في يوم من الأيام ما كان هذا الملف أصلا يشغل بال الناس. لماذا؟ لأن الأوقاف الإسلامية ومهام الأمة كأمة وليس كسلطات كانت تغطي كل هذه الساحات وكل هذه كل الاحتياجات. فعلى كل موضوع تفطير الصائم، هنا نحن كمجتمع تحديدا فينا المخيمات اللاجئين، فينا المشردين، فينا كذا، فينا حتى في الداخل أصحاب الحاجات داخل إريتريا أيضا أصحاب الحاجات موجودين. فموضوع إفطار الصائم من الأعمال المهمة جدا التي نحن نستثمرها إن شاء الله في هذا الشهر المبارك. يعني مثلا لو افترضنا أن هنالك أبناء قرية واحدة فيما بينهم تعارف وتواصل، وقرروا أنه والله يتبنون إفطارا يوميا في قريتهم أو إفطارا يوميا في مدينتهم مثلا، أنا أتصور هذا مما يؤدي إلى النشاط ويؤدي كذلك إلى الترابط، ويرتقي كذلك حالة التكافل الاجتماعي داخل هذا المجتمع. فهذه من الأعمال المهمة جدا. أيضا من الأعمال المهمة في هذا الشهر الصدقات والعطاء والجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لا ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في شجاعته وفي كرمه عليه الصلاة والسلام، ما كان ينازع. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون في المعارك إن أشجع الناس وأشدهم منا من كان يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقارعة الصفوف الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لن تجدوني بخيلا ولا جبانا، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه أنه ما كان يبيت في بيته مثلا، حتى الأموال التي تأتيه في الصدقات كان يوزعها كلها ويبيت بعد ذلك وهو ليس هنالك حق للمسلمين في مخازنه أو في خزينة عليه الصلاة والسلام. وهذا على كل النهج النبوي، يعني ربما صعب على الكثيرين مجاراة هذا النهج. لكن المقصود الصدقات في رمضان بلا شك، لكن استشهد فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قالوا كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدارس القرآن يكون مدارسة بينه وبين جبريل، أي هنالك عملية تلاوة ومدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما بين حالة الصيام وما بين تلاوة القرآن، فيكون أجود ما يكون في هذه اللحظة، كأنما يتحلل الإنسان من كل شح النفس وضعفها وهوانها. فنحن أيضا في هذا الشهر إن شاء الله علينا أن نغتنم هذا الشهر المبارك لموضوع الصدقات والإنفاق. وإذا أخرجنا فيه زكواتنا فيكون طيب، ما أخرجنا فيها أردنا أن نكون مثلا والله شيء من الزكاة وشيء من الصدقات أيضا جيد، وخاصة نحن كما ذكرت نحن مجتمع على كل فيه. أضف إلى ذلك عندنا أيضا موضوع العمرة في رمضان، من وفق لها فهي من الأعمال الطيبة إن شاء الله. وهنالك أبواب أخرى حقيقة لا يكفي البرنامج الآن للدخول فيها، حتى لأني أطلت حقيقة في هذه الإجابة. لكن عندنا زيارة المريض أو عيادة المريض، تفقد أحوال ذوي الأرحام والسؤال عنهم ومتابعة أحوالهم وتفقدهم في هذا الشهر، قضية العفو والتسامح وإخراج كل ما في النفوس في هذا الشهر المبارك، حتى نقبل فعلا على الله سبحانه وتعالى ونحن على أفضل حال. فموضوع الأعمال لا حصر لها، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنحن على أبواب حقيقة واسعة، وكل ميسر لما خلق له. بعض الناس يكون ميسر للعلم، بعض الناس للدعوة، بعض الناس لزيارة المستشفيات، بعض الناس لتفقد أحوال الأيتام والفقراء والأسر الفقيرة والمعدمين. وكل إنسان على كل يرمي بسهم إن شاء الله في هذا الشهر المبارك. بارك الله فيك شيخنا.
شيخنا ممكن آخر سؤال ونختم به الحلقة شيخنا، مقاصد الصيام. مقاصد الصيام، والله يا أخي شوف المقاصد كثيرة جدا، لكن نأخذها من الآيات، آيات سورة البقرة. يعني من يتدبر الآيات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم الآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى ورحمة. ثم الثالثة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. سبحان الله، هذه الآيات يعني فيها من المقاصد العظيمة جدا التي يحتاج إليها الإنسان في الصيام. ونحن حقيقة موضوع المقاصد ربما يحتاج مننا إلى تفصيل طويل جدا، لكن خلينا أقول المقصد الأول الذي أشارت إليه الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، اللي هو قال التقوى، لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. فكأنما الله سبحانه وتعالى والله يقول لنا يا أخي أنا ما أريد منكم التجويع، وما أريد أجوعكم ولا أعطشكم ولا أمنعكم من نسائكم، هكذا ما يفعل الله بعذابكم. يعني الله سبحانه وتعالى ليست له مصلحة في أنه والله نحن نجوع أو نحن نعطش لا، لكن المقصود من ذلك الله عز وجل الذي يعلم هذه النفس البشرية، يعلم ضعفها ويعلم قوتها ويعلم ما بها من تفاصيل، يعلم خفايا وخبايا النفس البشرية، يعلم أن هذا الصوم فيه تطهير للنفس وفيه قرب من الله سبحانه وتعالى. وإذا صام الإنسان يؤدي به ذلك إلى اتقاء جملة من القضايا، لعلكم تتقون الفحشاء، لعلكم تتقون المنكر، لعلكم تتقون الأمراض، لعلكم تتقون العدوان، لأن التقوى في حقيقتها تقابل العدوان. والعدوان أشكال، من الناس من يعتدي على الناس في أموالهم، ومن الناس من يعتدي على الناس في أرواحهم، ومن الناس من يعتدي على الناس في أعراضهم، ومن الناس من على كل تجاوز الحدود وعدم القيام بالحقوق هو غياب للتقوى. التقوى في حقيقتها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجعل التقوى في مقابل العدوان وجعل الإثم في مقابل البر. صحيح. البر يقابل الإثم. طيب هنا التقوى أي شخص يعتدي على الآخرين حتى العدوان على الله والعياذ بالله بالإشراك بالله، هذا عدوان على الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك منافي للتقوى. فالصيام أهم ما فيه أنك تخرج من دائرة العدوان، فأنت لا تعتدي على أي من له حق من الحقوق، فالله لك عليه حق أن تعبده لا تشرك به شيء. صحيح. فإذا أشركت مع الله سبحانه وتعالى فهذا عدوان. عليك أن تكف عن أعراض الناس، فإذا ولغت في أعراض الناس اعتديت عليهم فارقت التقوى. إذا موضوع التقوى حقيقة موضوع كبير جدا، وهي درجات، يمكن تكلمنا قبل هذا في موضوع التقوى ودرجات هذه التقوى في برامجك صحيح اللي كانت متعلقة بأعمال القلوب. فعندنا مثلا الحد الأدنى للتقوى هي ترك المحرمات، الحد الأدنى لها ترك المحرمات. والمحرمات هذه حددت في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ولكن فيها أيضا محرمات أخرى في تفصيل أكثر فيها، لكن هنا حدد قل إن يعني فيها الإشراك بالله، فيها عقوق الوالدين، فيها قتل النفوس، فيها ارتكاب الفواحش، هذه كلها تعتبر منافية لإيه؟ منافية للتقوى. فيها موضوع الجودة اللي هو المكاييل والموازين، فيها العهود والمواثيق. ثم ماذا قال؟ قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنحن كيف نحقق التقوى؟ نحققها بترك هذه المحرمات، هذا الحد الأدنى، وهذا هو الذي يؤهلنا للجنة اللي أسميها كنت دائما بتقوى الإسلام. تقوى الإسلام الحد الأدنى. حد الأدنى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب واحد اقتحم واحدة من هذه المحرمات فإنه تحت الوعيد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن متروك لي كيف يتعامل الله، لكن هو عنده الوعيد والعياذ بالله. من ارتكب قتل، ارتكب زنا، ارتكب فاحشة، عق والديه، أشرك بالله، هذا على كل الإشراك طبعا أن الله لا يغفر أن يشرك به. باقي الأشياء تحت المشيئة على كل، إن شاء عذب وإن شاء، لكن الإشراك بالله سبحانه وتعالى هذا لا مجال فيه لأن يغفره الله سبحانه وتعالى. فالصيام باختصار شديد يحقق جملة هذه القضايا، يجعل الإنسان مستحضر لهذه المعاني ويذهب نحو التقوى. ولذلك سنلاحظ بأن العبادة والشعائر تؤدي إلى التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ كيف أن العبادة أدت إلى إيه؟
إلى التقوى. نحن الآن الصيام من الشعائر، مش كده؟ صحيح. هذه الشعيرة إذا أديناها على الوجه الصحيح تؤدي إلى التقوى، والتقوى تؤدي بنا إلى الشكر، واتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه على كل أهم مقصد من مقاصد إن شاء الله الصيام. وفي حقيقة مقاصد أخرى نسأل الله أن ييسر الأمر حتى نستطيع إن شاء الله أن نتناول بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. دمتم سالمين.